انا صايم ومش شايف قدامي، حد يشيله من قدامي قبل ما افطر عليه. كلمة بنسمعها دايما في مجتمع الشغل، خصوصا لو مدير عصبي مع المرؤوسين اللي تحتيه. اي مشكله صغيره بتحصل في الشغل تلاقي الراجل ده انفجر، انا مش عايز افطر على حد، كله يبعد عن وشي. النهارده بقى في روشته عدس وجايين نقول ازاي تتعامل في بيئه العمل مع الضغوط اللي بتحصل، لان رمضان مش جاي عشان يختبر جوعنا، رمضان جاي عشان يختبر قوه اعصابنا وايماننا الحقيقي بقى، واخلاقنا هتبقى عامله ازاي في الصيام. رمضان الحمد لله بريء من المدير العصبي. ليه بقى؟ علميا الموضوع بتاع العصبيه الزايده ده السبب فيه رقم واحد ان معظم الناس العصبيه دي في هرمون كده بيبقى دايما زياده عندهم شويه، اسمه هرمون الكورتيزول، هو الهرمون بتاع الاسترس، مخلي دايما الشخص في حاله تاهب واستعداد ان هو يتخانق. وهرمون الكورتيزول ده بيزيد عاده عند الناس المدخنين بشراهه، وعند الناس اللي بتاكل حلويات بشكل شره. المدخنين واحنا عارفين ان النيكوتين بيبقى عالي جدا في الدم دايما وقت الصيام، النيكوتين نسبته بتقل فبيبقى عصبي. طب والسكر ازاي بيعمل الموضوع ده بقى؟ انت لما بتاكل بكل بساطه كده حاجه حلوه، جسمك بيفرز انسولين علشان تحرق الحاجات اللي انت اكلتها دي. اول ما نسبه الانسولين بتعلى فبالتالي بيحصل معاها ان نسبه هرمون الكورتيزول كمان هي بتعلى بشكل سبحان الله. ربنا منظم الحركه دي انه اهم هرمونين عندنا الانسولين والكورتيزول الاثنين ماشيين مع بعض. عشان كده دايما هتلاقي الناس الرياضيين اللي اكلهم مظبوط الانسولين دايما عنده الليفل بتاعه قليل، فالكورتيزول عنده دايما قليل، غير الناس المدخنين والاسترس ده على طول وبتاكل حلويات بشكل كبير جدا. دايما الانسولين سبايك اللي بتعلى دي او افراز الانسولين اللي بيزيد دايما بيصاحبه ان الكورتيزول بتاعه يزيد. وغير كده كمان انت لما بتاكل حلويات كتير الانسولين بتاعك لما بيزيد انت تدريجيا مع الوقت الانسولين بيعمل حاجه اسمها ماسكينج. يعني ايه ماسكينج؟ يعني الخلايا اللي بتستقبله بتعمل حاجه اسمها ماسكينج، يعني بتخبي التاثير بتاع الانسولين، فبتعمل حاجه اسمها انسولين ريزيستنس او مقاومه للانسولين، فبتضطر ان انت تدخل في سايكل ان انت تزود الجرعه بتاعت الحاجات المسكره عشان تحس بالافكت بتاعها اكتر. كل دي حاجات بتزود هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر اللي بيخلي الناس عصبيه اكتر في نهار رمضان. نرجع لموضوعنا تاني وهو الاهم، انت ازاي تتعامل في بيئه عملك. اول واهم حاجه انه انت تعرف ان لما حد يزعق لك ان هو مش قصدك انت كشخص، هو جواه طاقه سلبيه هتطلع ايا كان سببها ايه عنده، فخليك بعيد على قد ما تقدر. رقم 2 بلاش تناقش اي مواضيع مصيريه في نهايه يوم العمل الساعه 3 الساعه 4 فاضل ساعتين على اذان المغرب، ابعد بعيد. رقم 3 انت لو حسيت ان انت متنرفز او مش قادر قوم وقف اتحرك من مكانك، ادخل اتوضى وصلي ركعتين واقول اللهم اني صائم، وافتكر ان انت عايز تحافظ على الثواب بتاعك. يا رب تكون روشته عدس النهارده افادتكم وتكون المعلومات اللي فيها كانت قيمه بالنسبه لكم. اشوفكم على خير، سلام.